السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه فنون الطبخ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض كيفاش كنحضروا بعض الاشكال ديال الشكلاط باش كنزينوا الحلويات، خاصه الصابلي بريستيج. اولا غادي نحتاجوا لهذا النوع ديال القوالب الخاصه بالشوكولاته، راه ولات موجوده في الاسواق وباشكال مختلفه ومتعدده، والثمن ديالها ما كيتعداش 5 دراهم الوحده. بالنسبه للشكلاط ضروري نستعملوا نوعيه جيده. انا كنخدم دائما بهذا النوع شوكولاط كوفرتور ديال لا مارك ايغل. ما كنضيف ليه حتى شي حاجه، مجرد كندوبو في حمام مريم، ما كنضيف ليه لا زيت لا حتى شي حاجه. كناخذ كميه من الشوكولاط الابيض. انا هنا غنستعمل الشوكولاط الابيض. بالنسبه لهذا الشكل غادي نستعمل غير ملعقه، كنبدا نفرغ بشويه بشويه، وفاش كنساليو هاد الاشكال كاملين اللي في هذا القالب كنبداو نزولوا الزوائد بلا سباتول. بالنسبه للشكل التالي غادي ناخذ انا هذا الشكل هذا اللي على شكل حلزوني، كنفرشوا بلاستيكه وكناخذوا كميه من الشوكولاته السوداء. انا كنستعمل كما قلت لكم لا مارك ايغل. جايب حلواني جو طابل. انا اليوم ما متوفرش عندي، غادي نستعمل غير بلاستيكه عاديه. كنبدا نعمر القوالب غير بشويه، وإلا بان لكم بلي كثرتوا الشوكولات وساح لكم على الجوانب، دوك الزوائد كنحيدوهم كنزولوهم بلا سباتول.
ضروري البنات ما كنبداو نضربوا القالب بهذا الشكل باش كيتقاد لينا شكل مزيان والشوكولات كياخد البلاصه ديالو وما كيتكونوش لينا دوك الفقاعات ديال الهواء. ملي كنساليو كندخلو المول ديالنا للثلاجه، هو ما كياخدش لينا وقت كتير حيت دغيا كيجمد ومن بعد كنخرجوه. بعد ما كيجمد لينا الشكلاط كنزولوه من المول ديالو. كيف ما كتلاحظوا كيزول بسهوله وما كياخدش لينا وقت. ممكن تستعملوا هاد الاشكال يعني في الوقيته فاش صايبتوهم، كيف ما ممكن انكم تحتفظوا بهم في علب بلاستيكيه وكتدخلوهم للثلاجه، كتحتفظوا بهم في الثلاجه حتى الوقيته اللي كتحتاجوهم فيها عاد كتجبدوه. الشوكولات ديالنا كيجي بهذا الشكل، كيمكن لينا نزينو به الصابلي كيعطي منظر زوين. ان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نوريكم كيفاش تزينوا الصابلي بهذا النوع من الشوكولاته. بنات وصلنا لنهايه هذا الفيديو، شكرا على تتبعكم وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه فنون الطبخ كيسعدني انضمامكم لينا بالاشتراك في القناه، وما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم تخليوا لي جيم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه لتساؤلاتكم وكذلك اقتراحاتكم وكذلك انتقاداتكم ما عليكم الا تطرحوها في تعليق. انا كنقول لكم دمتم في رعايه الله، نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده. الى اللقاء.